إعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان، أحبتي أينما كنتم، في عراق الحضارة والأصالة والعراقة والمحبة والسلام، في عراق الشموخ والصمود والعز والنور والكفاح والسلاح، في عراق المجد والتاريخ والعروبة والثقافة والعلم والأدب، في عراق الأنبياء، في عراق العلماء والشعراء والأدباء والعباقرة الأكفاء، في عراق الرسم والنحت بالصف الثاني على الأقل بالنسبة للأخضر السعودي، التي ستؤثر أيضا على جري الكرة، على سرعتها، ونشاهد الأمور الصعبة بالتأكيد بالنسبة للمنتخبين على اعتراف كرات عالية طبيعي جدا، لكن هذه كرة أرضية تصطدم. كانت يبدأ اليوم بتشكيلة فيها تغييرات عن المباراة الأولى والتصويبة الأولى التي كانت باللقطة الماضية محاولة، لكن راح نتحدث عن الأسماء. من أول الأسماء؟ أول الأسماء كاد أن يأتي. يا لها من كرة من قاسم لجامي، لكن كرة قاسم بتتحول إلى والطيبي، الكرة بتتحول من جديد والمضياب، الكرة عالية يحاول فيها أيمن الذي يبدأ مباراة اليوم. إبراهيم بايش بيرسل كرة عراقية، أسود الرافدة الرائد، الكرة تعود الآن من جديد. العراق يريد أن يبدأ، العراق يريد أن يبدأ فيها الأول. الكرة الثابتة تأتي عرضية، الله، الشباك الخارجية فيها محاولة البحث عن أول الكلام يا حسن، لكن الكرة بأن تتزامن استضافة هذه البطولة بالنسبة للعراق. الكرة الرأسية من أيمن حسين، المنتخب العراقي في ضغط متواصل، والكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمسار المحاولة والكرة العرضية سهلة تصل بعد ذلك خارج الملعب. تتوقف المباراة إن كانت الحياة مستمرة خارج الملعب. الكرة تصل في الجهة اليسرى، فيها تقدم، فيها محاولة، لكن يفقد توازنه، لكنه يقف من جديد كما وقفت العراق من جديد. عطوان، لكن التدخل يأتي عرضية أقصى اليسار، لكن كانت الأحاديث أيضا عن اللاعب علاء عباس الموجود في دكة البدلاء. مرتدة الكرة مرة أخرى، تعود الكرة طويلة وإلى الأمام. الكرة لو عدت، لكن إبراهيم بايش، الله، عرضية، الكرة تصطدم، ودار ووقف وعرض في مكان، لكن الكرة بتتخلص. تأتي اللعبة، هذه الكرة بتتحول مرة أخرى. شايف حارس المرمى سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله، كان ممكن يطلع فيها من منطقة الجزاء. أجواء ماطرة جدا هنا على البصرة. يستمر حارس المرمى في هذه اللقطة ويبعد هذه الكرة. المهم بأن ينتبه اللاعبين من مسألة الالتحام. شباك تتحرك، كرة عرضية بتتهيأ، تصويبه، الله، الفقرة التي تأجلت من حفل الافتتاح. هدف العراق الأول في خليجي 25 عن طريق إبراهيم بايش. 1-0 العراق 1. ودائما شايف هذه اللقطة وشايف هذه اللعبة وشايف الاشتراك بعد ذلك وسقوط لاعب المنتخب العراقي بعد الاشتراك اللي كان عن طريق اللاعب. تتحول الآن في الجهة اليمنى مرة أخرى. حسن عبد الكريم لعيب قدم يسرى يحاول تحت المطر من جديد مرة أخرى. الكرة ما زالت تعود هذه اللقطة. الكرة فيها صافرة من حكم المباراة عادل النقبي، والخطأ يحتسب في هذا التوقيت. اشتراك أخرى والعراق يريدها مرة أخرى، عرضية في مكان، لكن نواف مرة أخرى، لكن الكرة بتتحول من جديد، لكن الكرة أيضا بعد ذلك عادت من هنا وصلت إلى هناك. هنا الاستلام، هنا التقدم، رح يتصرف، بيلعب له كرة عرضية، نواف يفقدها. يا لها من كرة، الكرة تعود من جديد، الجماهير تصرخ. الكرة أقصى اليسار، الكرة تصل في الجهة اليسرى لمصلحة اللاعب ضرغام إسماعيل. عرضية من ضرغام، الكرة بعد ذلك تنفذ، كرة عرضية تأتي، الكرة تعود من جديد، الكرة تصل مرة أخرى فيها بها والأجواء الماطرة والأرضية، لكن انظر الآن التصويبة تأتي، الدربكة مستمرة. المنتخب العراقي أراد أن يسجل الهدف الثاني مبكرا مع بداية شوط المباراة الثاني. صافرة حاكم المباراة عادل النقبي وقاسم لجامي
شوف الكرة حسن عبد الكريم، ربما لا توجد تغييرات أو تبديلات على نتيجة بالسعودي في حال فتحني الشقيق. الكرة بتتحول إلى كرة عرضية في مكان أقصى الجهة اليسرى. من المفترض بدون ضغوطات مسألة اللقب لا أحد يمكن أن يطالب المدرب رمية تماس سعودية. الكرة الرأسية يبحثون عن ردة فعل، يبحثون عن وصول لاعبي الجيل الذهبي للكرة العراقية التي شهدت تفوقا سعوديا على مباريات المنتخب العراقي. الكرة بتتحول من جديد في الجيل بحثا عن الإثارة، الانطلاقة، التقدم. حسن عبد الكريم مستحيل الكرة، مستحيل الفرصة. أرضية الملعب تقف معك يا نواف وتقف بالكرة ليتقدم حسن عبد الكريم لوحده بعد أن بيرسل كرة. المحاولة مستمرة والكرة بتتمرر لكنها لا تجري. اختفى هدفا وسط هذه الأجواء، وسط هذه الأجواء كاد أن يسجل على طريقة أحمد راضي، لكن الكرة التي ضاعت من أمجد عطوان اصطدمت برأسه والمرمى مرة أخرى. وصلت الآن فيها مرور، فيها عرضية، فيها درب. أيضا من الأخطاء التي ستكون قد تكلف كثيرا. الكرة بتتحول، لو عدى أيمن حسين، لو فتح مساحة للتصويب. المحاولة المستمرة تعود بعد ذلك تباطأ فيها، قد تكلف هنا المرور، هنا التصويب. لكن اللقطة الماضية اللي تباطأ فيها زياد الصحفي واللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب حاول فيها أمجد. قبل العراقي حتى الآن بالنسبة لجماهيره كرة طويلة وعالية، حارس المرمى يخرج من العراقي في الجهة اليسرى، فيها تمريرة، فيها انطلاقة، البحث عن ضرغام. لكن السعودي تعود الآن عراقية في مكان تكون فكرتها صح، لكن أرضية الملعب تقف أمام هذه الأفكار وتكسرها. في اللقطة الماضية التمريرة والمحاولة اللي كان امام المنتخب اليمني بوضع مريح اكثر، وهذه الانطلاقه وصلت الى حارس المرمى مقطوعه. الكره ما زالت الضغط يستمر والكره بتتحول الى صافره. تعود من جديد المحاوله عن طريق البديل. شوف اللقطه هو عدى لكن الكره لا. هذه البديل اللي شارك اسو رستم، والكره باتجاه سميحان، متسلل سميحان، متسلل سميحان. شايف هذا لاعب عنده موهبة، عنده عرضية عالية تسقط من جديد. المحاولة تأتي ولكن حارس المرمى. كرة عرضية كانت من شركو كريم اللي شارك مكان حسن عبد. الآن الكرات العالية، الآن المحاولة، ولكن بعد ذلك زياد الصحفي زالت ولكن مستمرة. البدلاء للأخضر السعودي. محاولة العراقي مرة أخرى من جديد، عادت الكرة. شوف قطع الكرة بشكل سليم لكن حكم المباراة قريب يشير إلى خطأ يحتسب على محمد علي شراحيلي. هذا حارس المرمى نواف على مرتين. نواف يريد سابقة في تاريخ المشاركات السعودية، وهذه كرة سنتصل إلى باسل. أحمد عيد خليجي واحد نهائي لهذه المجموعة. الكرة بتتحول في الجهة اليسرى في مكان عن طريق اللاعب. الكرة تعود بعد ذلك من تركي العمار والكرة وصلت في الجهة اليسرى في اللقطة. الكرة تعود من جديد، شركو كريم عدى. الكرة تعود مرة أخرى إلى أبو مسعود. وصل هذه اللقطة. شوف الكرة التي وقفت ولم تكمل. انشودة المطر، كرة عرضية عالية رأسية. الله، المنتخب العراقي يسجل هدفا ولكنه لا يحتسب. جاءت الهدف الثاني مستمرة من قبل الفار. ماذا سيقول حكم المباراة؟ يحتسبها.